وبتموته قدامها، فبيطلع ان كابوس عادي مش حقيقة. فعز بيتصل بيها وبيقول ليها انزلي تحت عايز اقابلك ضروري، فبتنزل تحت عشان تقابله تحت البيت، وبيديها فلاشة ويقول ليها فيها كل المعلومات اللي انت عايزاها عن سلمى، وانها كانت مخطوبة لواحد زمان اسمه كريم عبد القادر، وهتلاقي عنوانه عندك تقدري تروحي وتعرفوا منه كل التفاصيل. تاني يوم على طول بتروح لبيت كريم عشان تعرف مين هو وعشان تعرف ايه اللي حصل له من ورا سلمى، وبتتصدم انه قاعد على كرسي عشان رجليه مقطوعة. بتتصدم لما بتلاقيه في الحالة دي، وبتقول له حابة ان اتكلم معاك شوية. فبتقول له انا عايز اعرف معلومات عن حد انت كنت تعرفه كويس، فعايز اعرف كل المعلومات عن سلمى. فبيتعصب جامد ويقول لها انت جاي هنا عشان تسألي عنها، اتفضلي اطلعي بره. فبتترجى انه يهدى وان محدش غيره هيقدر يجاوب على الاسئلة دي. فبيهدى ويبدأ يسمع منها ويقول لها انت عاوزة تعرفي ايه. وبتقول له انتوا كنتوا مخطوبين سبتوا بعض ليه؟ بيقول لها بسبب الغيرة، وكل اللي اقدر اقوله ليكي انك تبعدي عنها خالص وانك تبعدها عن حياتك. فبتسأله سؤال اخير وتقول له انت سبتوا بعض ليه؟ فبيفتكر كل اللي حصل زمان وبنرجع للاحداث. فبنلاقي ان سلمى بتروح له البيت وهي داخله متعصبه، بتلاقيه مع واحده تانية وبتلاقيه بيخونها. فبتتعصب عليه وتقول له مش عايزه اشوف وشك تاني، وبتسيبه وتمشي. فبيخرج وراها بالعربيه وبيتصل بيها وبيقول لها انت فين؟ تقول له انا العربيه عطلت بيا وفي مكان مقطوع، ويقول لها انا جايلك دلوقتي. فبيوصل ليها المكان مش بيلاقي حد، وبيتصل بيها ويقول لها انت فين؟ انا وصلت. ترد عليه تقول له انا داخله عليك هو. وفجاه بيدور وشه بيلاقيها راكبه العربيه وخبطته ورجله اتقطعت بسببها. فعايده بتتعصب على كريم وتقول له انت ازاي ما بلغتش عنها البوليس؟ دي مجرمه ولازم تتحبس عشان ما تاذيش حد تاني. فبترد اخته تقول له كريم ما بلغش علشاني. من الواضح ان سلمى كانت بتهدده باخته، وان لو حصل ليها اي حاجه هتاذي اخته. فكريم بيتعصب ويقول لها مش خلاص عرفت اللي انت عايزاه، اتفضلي اطلعي بره. بترد تقول له انا عايزه اعرف عشان انا الدكتوره النفسيه اللي بعالجها، كل تفصيله مهمه بالنسبه لي عشان اقدر اعرف عنها كل المعلومات، وعايزه اعرف عنها كل حاجه عشان اقدر اساعدها واعالجها. فكريم واخته بيتعصبوا عليها ويطردوها بره. فبس عايده بتترجى انه يحكي لان ابنها واقع معاها، وانك انت الوحيد اللي تقدر تساعدني. فبيصمموا على رأيهم ومش بيرضوا يقولوا لها حاجة. موسى وسلمى بيجهزوا الشنط عشان بيسافروا هما الأربعة، موسى وصاحبه وسلمى وصاحبتها. دكتورة عايدة بتروح لعز ان البنت اللي جبت لي عنها المعلومات اسمها سلمى، دي بتبقى اللي موسى بتحبه وخطر جدا ومريضة نفسية وقتلت جوزها زمان، واي حد بيقرب منها بيبقى خطر. فبيرد عليها بيقول لها طالما الموضوع فيه موسى يبقى خلاص انا اللي هتصرف في الموضوع ده ولازم اخلص منها ونبعده عنها. فصاحب دينا بيروح البيت عشان يسأل عنها. امها بتقول لي انها مسافرة، فبيطلب منها انها تجيب له ميه، وبيستغل انها كفيفة وبيخش الأوضة بتاعتها وبياخد حتت من هدومها وبيمشي. ام عايدة بتروح لموسى المكان اللي هو فيه وتقول له عايزاك في حاجة مهمة ضروري بخصوص سلمى. تقول له انك واقع في مصيبة وان سلمى جوزها ما انتحرش، هي اللي قتلته ومريضة عندي في العيادة. سلمى بتبقى واقفة بره وبتسمعه.